السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معانا وصفة حلوة جدا، سهلة وسريعة واقتصادية في نفس الوقت. مقاديرها ان شاء الله متوفرة في كل بيت. هنعمل قرص الافران وهنحشيها بحشوة لذيذة جدا ما شاء الله، حلوة وسهلة. يلا حالا قومي نفذيها مع احلى كوباية شاي. اول حاجة معانا المقادير: معانا نص كيلو من الدقيق، معانا رشة ملح، معانا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معانا معلقتين كبار من السكر، وكيس من الخميرة، ومعلقة خل، وتلت كوباية من الزيت، وكوباية مية دافية للعجن. أول حاجة معانا نص كيلو من الدقيق منخول طبعا، حطينا ذرة الملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، نزلنا عليهم بكيس من الخميرة أو معلقة كبيرة مليانة، ضفنا كمان معلقتين كبار من السكر. قلبنا طبعا الخليط الجاف كده بقى جاهز معانا. المقادير الجافة كلها في طبق واحد. بعد كده هننزل بتلت كوباية من الزيت، مقدار سهل وبسيط واقتصادي في نفس الوقت. ابتدينا طبعا نخلط الدقيق بالزيت، لازم الحركة دي بتخلي معانا القرص طرية وهشة. لازم يتخلل الزيت كل الدقيق كأنك بتبسيه بالظبط بالشكل ده، حتى لو مقدار قليل برضو لازم الحركة دي بتخليها هشة وطرية جدا. خلاص كده خلطنا الزيت بمقدار الدقيق معانا وبقى جاهز بالشكل ده. بعد كده معانا معلقة خل كبيرة، ودي طبعا بدل المحسن بتخلي القرص معانا جميلة جدا. معانا كمان كوباية من المية الدافية، وهنبتدي نعجن ونشوف لو احتاج الأمر هنزود شوية كمان، طبعا على حسب نوعية الدقيق. هنا احتاجنا شوية كمان، خدت حوالي ربع كوباية، يبقى المقدار كله خد كوباية وربع. طبعا هيختلف من عندي لعندك على حسب نوعية الدقيق. بتحطي كوباية الأول وبعد كده بتشوفي إذا احتاج بتزودي شوية كمان. طبعا زي ما اتعودنا بنعجن العجينة كويس جدا 7 أو 8 دقايق لحد ما تبقى طرية وبالنعومة اللي احنا شايفينها دي. هنغطيها ونسيبها لحد ما تخمر ونشوف بعد كده هنعمل فيها ايه. ما شاء الله خمرت واتضاعف حجمها وبقت بالمنظر التحفة ده. هنبتدي بقى ناخد العجينة بتاعتنا نطلع منها الهوا كده، ونبتدي نقسمها لكرات متوسطة. عايزة تعمليها حجم القرصة بتاعك كبير مفيش أي مشكلة. ما شاء الله قطعوا معانا كمية حلوة جدا من نص كيلو دقيق وشوية زيت، حاجة اقتصادية وغير مكلفة خالص. قطعوا معانا حوالي 27 أو 28 قرصة، يعني حاجة اقتصادية جدا. اهو بالشكل ده بننعمها طبعا زي ما اتعودنا. اول حاجة على شكل بقجة وبعد كده بننعمها على الرخامة بتاعتنا اهو بالشكل ده. اهو هنغطيها بقى بكيس كده او بفوطة زي ما انت عايزة. معانا بقى الحشوة بتاعتنا النهاردة سهلة واقتصادية جدا. معانا كده شوية من السكر هننزل عليهم بمعلقة من القرفة ومعلقتين كبار من الدقيق. ايه لزوم الدقيق بقى في الوصفة بتاعتنا؟ بتخلي السكر مع القرفة يسيح ويعمل زي عجينة كده، بتبقى حشوة جميلة جدا. لو ما بتحبيش القرفة هيبقى سكر وبرده معلقتين من الدقيق. طبعا ريحة القرفة بقى في الشتاء كده وانت مولعة الفرن، ريحة الفطاير بتطلع حلوة جدا وما شاء الله طعمها شهي ولذيذ. يلا حالا بقى قومي جربيها معانا وحضري كوباية شاي كده او نسكافيه، لذيذة جدا في البرد اللي احنا فيه. تنفع بقى معاكي الصبح كده في الفطار او العشاء، لذيذة جدا وسهلة واقتصادية قوي. بنبتدي كده نحط معلقة من معلقة الشاي ونبتدي نعملها الأول على شكل قطايف كده، وبعد كده نلمها تاني على شكل بقجة. سهلة وبسيطة جدا. أهم حاجة إن انتي تقفليها كويس جدا عشان السكر ما يخرجش منها ويتحرق معاكي في الصينية اهو بالشكل ده. اهم حاجة تملي المعلقة كده عشان الحشوة تبقى جواها كده مليانة وتبقى لذيذة جدا. احلى طبعا من بتاعة الافران. ما شاء الله يقطعوا معاكي كمية حلوة جدا. الحاجة بقت غالية دلوقتي لكن لو عملتيها في البيت هتبقى موفرة واقتصادية. ان شاء الله نعمل وصفات كتير اقتصادية وما يبقاش فيها نسبة دهون عالية بإذن الله. اهو بالشكل ده طبعا لحد ما تخلصي بقى المقدار كله. اثناء الفترة دي مولعة طبعا البوتاجاز بتاعك على درجة حرارة متوسطة او 180. بالشكل ده هتدخليها على الرف اللي في النص، وبعد كده لو احتاجت الشواية هتولعيها عليها في اخر 5 دقايق.
اهو بالشكل ده. معانا بقى شوية من المية كده والفرشة بتاعتنا، جبنا كمان معلقتين من السكر على معلقتين من السمسم، قلبناهم كويس جدا مع بعض، وده عشان وش القرص بتاعتنا. هتبتدي كده تديها مسحة بسيطة من المية عشان طبعا السمسم والسكر يلزقوا معانا، وتبتدي تحطيها كده بالشكل ده. بصوا بقى الوش كله اتشبع بالسكر والسمسم، وهتبقى جميلة واحلى من بتاعة الافران كمان. اهو بالشكل ده. مش هنضغط عليها قوي، عايزينها كده تبقى محملة وحلوة. هنضغط عليها ضغطة بسيطة بس. طبعا الحجم ده بقى بيرجع لك انتي، عايزاها كبيرة صغيرة او متوسطة، زي ما انتي عايزة. النهاردة عملناها متوسطة، حجمها حلو ومناسب جدا. اهو بالشكل ده. لحد طبعا ما نخلص المقدار كله. بصوا رصيناها في الصاج بتاعنا، هنفردها فردة بسيطة. لو عايزة تفرديها قوي هيبقى الحجم الكبير. اهو بالشكل ده لحد ما نخلص المقدار كله. خلصناها ما شاء الله، قطعوا كمية حلوة سهلة ولذيذة واقتصادية في نفس الوقت. طبعا الفرن بتاعنا سخن، هندخلها بقى على الفرن بتاعنا. ولو احتاجت الشواية زي ما قلتلك في اخر 5 دقايق تولعي الشواية. خلاص بعد ما خرجناها ما شاء الله استوت واتضاعف حجمها، وبقت بالشكل التحفة ده. وصفة سهلة ولذيذة واقتصادية، قومي نفذيها حالا مع أحلى كوباية شاي كده. حاجة تدفي بقى في برد الشتاء. لذيذة جدا، والتسوية بتاعتها ما شاء الله جميلة وعالرايق. حاجة كده تحفة، وريحتها ما شاء الله يعني هتقلب الشقة عندك. ريحة القرفة لذيذة جدا. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها بإذن الله. إن عجبتك بقى الوصفة، ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي عشان عيلتنا تكبر بيكم.